تعبت وانا بعمل الدور. شخصية زينة شخصية مليئة بالغموض. مش عايزه اقول حاجات كتير عشان ما احرقش، لان اي حاجه ممكن اقولها ممكن بس مبدئيا هي بنت موهوبه متمرده بتعدي بظروف تخلي الحلم بتاعها اللي هي بتجري وراه يتحول لكابوس. هنشوف بقى مع بعض ايه اللي هيحصل. يا رب المسلسل يعجبكم. شخصيه صعبه تو بلاي اصلا لانه عندها كتير مشاعر متضاربه، وعلاقتها باحمد السفاح، بعيلتها، الارك بتاعها هي من اصعب الادوار اللي انا عملتها لحد دلوقتي. يعني تعبت وانا بعمل الدور. الشخصية نفسها هي مختلفة عني قدر كبير يعني، بس يعني في حاجة بتجمعنا، عندها حلم وعندها موهبة شايفاها، عندها حلم عايزة تحققه. كان في تحدي يعني، ودي حاجة أنا بحبها طبعا. حضرنا بكذا طريقة. في الأول قعدنا أنا وفهمي وأستاذ هادي وقرينا، عملنا تيبل ريدز واتكلمنا عن الشخصيات وإيه أبعاد كل شخصية بتعمل كده، وقرينا مع بعض. بعد كده شفنا برضو شكل الشخصية يبقى عامل إزاي، وعملنا ميك اب تيست كتير. وأنا برضو حضرت مع ماي اكتنج كوتش واتكلمت معاها في اعماق الحاجات. يعني في اكسرسايزز وفي حاجات عملتها طبعا قبل التصوير. بس انا بقى بصي، انا عاده بعمل ايه بقى، بحضر كل حاجه ممكن يعني تساعدني. وبعدين خلاص وانس بلبس وكده وبدخل لوكيشن بعيش حياتي بقى، بشوف هعمل ايه بقى، بسيب نفسي، بحاول ان انا مثلا اسمع على قد ما اقدر من المخرج عايز ايه، وفي نفس الوقت اكتشف العالم بتاع الشخصيه اللي انا بعملها. سلمى ما اشتغلناش مع بعض، سلمى ابو ضيف بس صاحبتي. هند عبد الحليم صاحبتي. الحاجات اللي كانت بالنسبه لي فارقه في حياتي ان انا اشتغلت مع الدكتور يحيى الفخراني واستاذه ميرفت امين. دي كانت بالنسبه لي يعني اللي هو منة شلبي بعشقها، بحبها جدا. استاذ خالد النبوي. واكيد طبعا لو هسال حد بيس اوف ادفايس هسال دكتور يحيى اكيد. وهسال الواحد ممكن يعمله علشان يخرج من الشخصيه مثلا لو في حاجه معينه. وهسال اسئله كتير قوي بقى. يعني في حاجات كتير ممكن اسالها. يعني ده واحد من الحاجات اللي ممكن اسالها. هو مش لدرجه ان انا مش عارفه اطلع، بس هي ساعات انت بتعملي شخصيات بتاثر عليكي نفسيا طبيعه، لان انت بتعملي حاجه فيها تنشن قوي او فيها حزن قوي او فيها وحده كتير او فيها حاجات جسمك عصبيا بتستهلكي اعصابك وكده. فطبيعي انك تتعبي وطبيعي انك نفسيتك تتعب. يعني انت عادي ممكن تتفرجي على فيلم اصلا وتقعدي تعيطي بعد الفيلم وتكتئبي كلنا. فما بالك انت في حاجه انت بتقريها طول الوقت ما بتفكريش في حاجه الا هي، وعايزه تعمليها وحساها وبتعمليها كل يوم. فطبيعي ان انت اصلا تبقى جزء منك تاثر عليكي. فده بيحصل. بس انا عامه يعني بروح ايه بقى، باكل اكل كويس، بروح اقعد على البحر، بسمع مزيكا، بفصل بقى، اتجنن، اعمل اي حاجه. اقول لنفسي وانا صغيره حبي نفسك، علشان لما تحبي نفسك تقدري تحبي الناس اللي حواليك. خليكي صبوره، امشي ورا الحاجه اللي انت عايزاها، بس في نفس الوقت وانت بتمشي ورا الحاجه اللي انت عايزاها ما تفكريش فيها، بس يعني اشتغلي عليها. يعني تمام، الحاجات بتعدي والحياه بتعدي والدنيا اسهل والحلو في رحله الدنيا ان احنا نستكشف اكتر، احنا نحب الحاجه اللي احنا بنعملها، ان احنا اصلا حتى في وسط الزعل او في وسط الحزن نحاول نشوف ده على انه تجربه، نحاول نشوف كل حاجه في الحياه على انها تجربه، ويبقى عندنا الفضول يعني ان احنا نعيش التجربه مهما كانت. بس انا بقول لنفسي وانا صغيره ان تيك ات ايزي، يعني عادي، الحياه تمام، هتعدي، كل حاجه هتعدي. الستات محتاجه حد يسمعها، محتاجة حد يحس بيها. ستات محتاجين حاجات كتير